اكتر سؤال شائع عندنا في العزل، اعزل قبل ما اركب المواسير بتاعه السباكه ولا بعدها؟ الاجابه الصح ان انا بعزل قبل ما اركب مواسير السباكه بتاعتي. ليه بقى؟ طبعا اخد بالي ان انا اكون مكسره اماكن المواسير، ولو في اي تكسير يكون قبل خطوه العزل. يعني انت الاول السباك بيجي يشوف انت هتركب الحاجه فين، تكسر تاخد كل حاجه وبعدين تعزل، بعد كده تركب المواسير. طيب ليه؟ اولا ده طبعا بيديني سهوله في ان انا اعزل براحتي، لان المواسير لما تكون موجوده ده هيبقى مضايق الصنايعي في الحركه، مش هيعرف يوصل لكل الاماكن كويس ولا يعزل كويس. فاول حاجه ان انت بيكون عندك سهوله في ان انت تعزل صح. تاني حاجة ان انا دلوقتي لو في عيب حصل او حاجة ان انا اقدر اصلح الحاجة الموجودة باقل تكلفة وباقل خسائر، لان مش هيبقى بقى في مواسير سباكة تحصل فيها حاجة. هتعرف بقى لو في حاجة معينة تعرف تعزل تاني، تعرف تشوف مناطق الضعف وتشتغل عليها. طبعا ان انت كده بتتجنب ان يحصل تسريب للمية، وكمان ان انا بقدر اتحكم في الجودة بتاعتي، بحيث زي ما قلنا ان انا بيكون السطح كامل عندي مفيش اي مواسير، فبيبقى في سهوله في الحركه وسهوله في الفحص بتاع السطح بتاعك. لو في اي حاجه هتقدر تكتشفها بسهوله. لو في مواسير هتبقى طبعا في اعاقه للحركه وانا بعزل، لان انا عايزه اعزل كل مكان. لو انت دلوقتي في نقطه معينه ما قدرتش توصل لها علشان المواسير متركبه وحصل تسريب، يبقى كده ولا كانك عملت حاجه. فالمفروض ان انا بعزل قبل تركيب المواسير، وزي ما قلنا لو في اي تكسير يكون قبل خطوه العزل بتاعتي.